السلام عليكم الإخوان، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في شرح جديد وفيديو توضيحي بخصوص استمارة الكيو غايسي الخاصة ببريد الجزائر والتعديلات الجديدة اللي صارت فيها. مي بون، قلنا لكم سابقا باللي هذه الخطوة راح تكون إلزامية اعتبارا من 31 مارس على 12 تاع الليل. يعني هذه الخطوة من غدا إن شاء الله، ولا نجم نقولوا من اليوم يعني 31 مارس راح تكون خطوة إلزامية. واش هما التغييرات اللي صراو فيها؟ يعني نشكر بريد الجزائر لتبسيط الامور اكثر من اللازم، لانه سابقا كانت الاستماره شويه فيها تعقيدات، الناس ما عرفتش سيرتو في هذيك تاع الدخل السنوي المتوقع. ومن بريد الجزائر راه بسط لكم الامورات، يعني كاع اللي ما يعرفش ينجم يعمرها لروحه. لهذا راح نعاود نشرح لكم الطريقه للناس اللي ما يعرفوش واصحاب منحه البطاله، وباش ما يجوش ناس واحد اخرين يقول لك راك تكذب راك تخرط. فوالا ليكيب رانا في الصفحه الرسميه لبريد الجزائر، راهم ايبانغلي لكم هذا البيان اللي فيه فيديو توضيحي كيفاش تعمر بالتفصيل الاستماره اللي راح نشرحها لكم دروك لاصحاب منحه البطاله. يعني احنا رانا مركزين مع اصحاب منحه البطاله. عندنا المعلومات الاولى تاعكم: اسمك ولقبك بالفرنسي تكتبوهم هنا بالفرنسيه، واسمك ولقبك باللغه العربيه راهم باينين. تاريخ الميلاد وبلد الميلاد، الجزائر راه باين اكيد. اذا كنت مولود خارج الجزائر ولا بلديه واحده اخرى دير البلد تاعك عادي. الجنسيه واش عندك، جنس جزائريه ولا جنسيه اجنبيه. رقم التعريف الوطني الطويل هذاك اللي في لاكارت ناسيونال تاعك. وين نروحوا؟ لقب الام، تكتب لقب الام بالاحرف اللاتينيه بالفرنسي. اسم الام، اسم الوالده، واسم الاب. اوكي. نروحوا هنايا للولايه. الولايه هنا اللي راكم مسجلين فيها ليكيب، اللي راكم فاتحين فيها الحساب، ماشي الولايه اللي راك ساكن فيها. باسكو كاين بزاف ناس راهم فاتحين في ولايه واحده اخرين وراح لولايه واحده اخرى. بسط على روحك كاع الامورات هذه. وين تروح؟ روح للشاك تاعك. الشاك يعني تلقى فيه الولايه وتلقى فيه الرمز البريدي. مثلا نديروا هنايا شلف، نعطيكم مثال. شلف كي نروحوا هنا للرمز البريدي راح تلقاه في الشاك ديريكتومون. يعني البلديات ولا لابوست اللي خرجت منها الشاك تاعك راح تلقاوها في الشاك مكتوبه. ديروها هنا، اختاروها، تلقاوها هنا واحده من هذو، اختاروها. نروحوا هنا عندنا العنوان تاعك، لادريس اللي راك ساكن فيها، رقم الهاتف تاعك، والبريد الالكتروني الايميل تاعك ديرو. بخصوص هذه تاع الولايات المتحده احنا قايلتنا خلوهم لا. ونجو لاخر خطوه: اختيار الوضعيه المهنيه. لاصحاب منحه البطاله باينه بلي نتوما ما راكمش خدامين، نروحوا نختاروا غير موظف. اوكي. نهودوا لتحت الدخل الشهري. الدخل الشهري نتوما اصحاب منحه البطاله شحال راكم دخلت؟ يعني من صفر الى 20,000 دينار جزائري، اللي هي راهي ما بيناتهم 18,000 دينار جزائري. الغرض من فتح الحساب، يعني علاش حليتوا هذا الكونت هذا؟ اصحاب منحه البطاله نروحوا هنايا استلام معاشات واعانات، باسكو منحه البطاله تعتبر من الاعانات. في الخانه الاخيره مصدر خيارات متعدده، يعني الاموال هذه مصدر الاموال من وين؟ كما رانا قلنا سيدي جاء سابقا: معاش ومنحه وبس. هنا هذه خطيتكم، نروحوا اقرر.